تيجي نشوف مستوى الوجبه في طيران الامارات عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ده الطبق الرئيسي معانا، واللي فيه رز وقطع لحم ضاني معموله بالصوص الوايت اللي قدامنا دوت. بعد كده عندنا سلطه البابا غنوج ديت، طبعا لو بنتكلم على لحمه ضاني فاكيد سلطه البابا غنوج، وقطعه التحليه ديت، وقطعه الجبنه الجوده ديت اللي مستبشر بيها خير. لما بنتكلم عن طيران الامارات فبنتكلم على مستوى بريميوم شويه من شركات الطيران، فعلشان كده هتلاقوا الكاجو المملح دوت موجود هنا، وطبعا المعلقه والشوكه والسكينه وقطعه الخبز ديت، وطبعا ازازه الميه الصغيره ديت. خلونا نبدا بالطبق الرئيسي واللي فيه الرز الحبه وحبه دوت. ده طعم وجبات الطيران اللي الواحد كان مفتقدها من فتره كبيره جدا فعلا. الرز طعمه عالمي ومفلفل جدا، وفي تدخينه كده غريبه بطعم جميل جدا. خلونا بس نبدا نجرب كمان اللحمه الضاني ديت، واللي يمكن يعتبر اول مره اجربها على طيران الامارات. التسويه بتاعت اللحمه فعلا عالميه، طريه جدا جدا جدا، والطعم بتاعها والبهارات مظبوط بالشعره. كمان زي ما قلنا لكم من ضمن الحاجات اللي معانا في الوجبه هنا هو قطعه الجبنه الجوده ديت. وجود الجبن في الوجبات بيكون مهم جدا، لان الجبن طبعا لها مزاج معين. ده الشكل بتاع القطعه من جوه عالميه. ده نوع السلطه اللي جايه مع الوجبه، والبابا غنوج اللي قدامنا دوت حلو. يمكن المميز فيه كمان ان الملح فيه مش عالي، فحاسس بالطعم بتاع البتنجان والطحينه. الوجبه كمان بتقدم معاها مشروبات غازيه او عصاير حسب ما انت تحب. اخترنا عصير مانجا، كنت ناوي طبعا على اورنج جوز بس لقيت نفسي مايل للمانجا فقلنا نجربها. هي غالبا نختار بس طعمها كويس. اخر حاجه معانا في الوجبه المفروض ان احنا نجربها هي التحليه اللي مديها لنا ديت. السكر بتاعها مظبوط وطعمها كويس جدا. وطبعا بعد الاكل بيجي دور الشاي.